بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، نكمل معانا. كنا اتكلمنا عن موقع قارة أفريقيا، موقع قارة آسيا. هنبدأ النهارده نتكلم عن موقع قارة أفريقيا. لو احنا نتكلم عن موقع قارة أفريقيا قلنا بنتكلم عن حاجتين: موقع فلكي وموقع جغرافي. موقع الفلكي تمتد قارة أفريقيا بين دائرتي عرض 37 درجة و30 دقيقة ونص شمالا، 34 درجة و30 دقيقة جنوبا، تمتد بين خطي طول 51 درجة شرقا و17 درجة غربا. عاوزين نشوفها كده على الخريطة عندي بسهولة جدا. ادي الخريطة بتاع قارة أفريقيا. تمتد قارة أفريقيا بين دائرتي عرض 37 ونص شمالا، 34 ونص جنوبا، ما بين خطي طول 17 درجة غربا و51 درجة شرقا. الموقع الجغرافي في قارة أفريقيا، وده من المهم جدا في قارة أفريقيا، يحدها شمالا البحر المتوسط، وده بيفصلها عن قارة أوروبا. ده شرقا البحر الأحمر والمحيط الهندي. طيب عندي غربا المحيط الأطلنطي. طب جنوبا مفيش. تتميز قارة أفريقيا بإيه؟ قارة الجزر فيها قليلة، عكس مين؟ أنت عكس قارة آسيا. طيب الجزر اللي فيها جزيرة مدغشقر وجزر القمر بيعدي عليها 3 دوائر عرض أساسية أو رئيسية: دايرة الاستواء في النص، مدار السرطان في الشمال، مدار الجد في الجنوب. تخترق قارة آسيا، قارة أفريقيا من قارة أوروبا عند مضيق جبل طارق وجزيرة صقلية. عايزين نشوف الحاجات دي على الخريطة. نجيب الخريطة بتاعتنا وننزل بيها كده ونشوف. ادي نحط قاره افريقيا شمالا، ها قلنا مين؟ البحر المتوسط الطار. طيب نحط قاره افريقيا شرقا، البحر الاحمر ممتازين والمحيط الهندي. طيب نحط قاره افريقيا غربا، المحيط الاطلنطي جنوبا، قلنا مالناش دعوه بيه. هنلاقي بعد كده قلنا تتميز قاره افريقيا بان بيعدي عليها 3 دوائر عرض رئيسيه: مدار السرطان في الشمال، دائره الاستواء في النص، وعندي مدار الجدي في الجنوب. طيب وبعد على خط جرينتش بيعدي على دوله الجزائر كدوله عربيه. هنلاقي ان قاره افريقيا الساحل بتاعها يكاد يكون مش شبه متعرج، شبه مستوي. طيب لذلك لا تقصف فيها الموانئ الطبيعيه وتقل فيها الجزر. اهم جزر فيها جزيره مدغشقر، اعرفها جدا تجي في الامتحان، وجزر القمر واخدينها في تاني اعدادي. المضيق ده بنسميه مضيق موزمبيق. طيب الخليج ده نسميه خليج غينيا. المضيق ده واخدينه من المره اللي فاتت اسمه مضيق باب المندب، وده مضيق جبل طارق. خلي بالنا افريقيا بتقرب قوي من قاره اوروبا اللي فوق دي في الحته دي عند مضيق جبل طارق، وقريب قوي في الحته دي عند جزيره تسمى جزيره صقليه. ده بالنسبه لقاره افريقيا، الموقع الفلكي والموقع الجغرافي واهم ما يميزه. نلاقي بعديها قاره اوروبا، الموقع الفلكي بتاعها بسيطه جدا. يعني بتبدا منين؟ من 36 هنا لحد كام؟ 71 شمالا، ومن 66 شرقا لحد 25 غربا، غرب ايسلندا. خدهم مع بعض من 71 شمالا اهو ل 36 شمالا برضه. ليه؟ لانها كلها شمال دائره عرض الاستواء. من 66 شرقا ل 25 غربا. طيب غرب ايسلندا، فين ايسلندا يا مصر؟ اهي اخرها اهي تبقى ايسلندا دي تبع قاره مين؟ اوروبا. ممتازين. طيب يحدها شرقا المحيط القطبي الشمالي. طب معلش يحدها شمالا المحيط القطبي الشمالي في الشمال. يحدها شرقا قاره اسيا. يحدها غربا المحيط الاطلنطي. يحدها جنوبا البحر المتوسط. قارة آسيا تمتاز بإيه؟ أن تمتاز بمميزات غير بعض القارات، زي
اول حاجه سواحل متعرجه بمساعدة على نشر الموارد الطبيعيه. ما النتيجه المترتبه على تعرض السواحل في قاره اوروبا؟ ادى ذلك الى نشأة الموانئ الطبيعيه. تبقى الساحل المتعرج يؤدي الى نشأة الموارد الطبيعيه، بما تفسر نشأة الموارد الطبيعيه بسبب تعرض السواحل وكثره الجزر، ويمر شمالها الدائره القطبيه الشماليه. خلينا نشوف. تعال بص على الساحل بتاع قاره اوروبا. ماله؟ الساحل متعرج. بص معايا كده اهو، رايح جاي داخل طالع الساحل، ساحل متعرج يؤدي ذلك الى نشأة ايه؟ الموارد الطبيعيه. الحته اللي فيها تعريج ده بينشف فيها الموارد الطبيعيه، الحته اللي فيها متعرج ده ينشف فيها الموانئ الطبيعيه. وده السؤال دايما بيجي في الامتحان. عندي تعال نشوف كده بعض الاسئله ونحلها مع بعض. هنا اكبر قارات العالم تمثل رقم، بنقول رقم واحد. طيب اصغر قارات العالم تمثل رقم، اللي هي استراليا، رقم أربعة. طيب اكبر محيطات يمثل رقم نقطة تبقى رقم ثلاثة ورقم خمسة. نكتب على النقط كده ثلاثة وخمسة، خليها في المذكرة بتاعتنا كده واحنا مع بعض. نحط القارة رقم واحد والقارة رقم اثنين من الشمال. في قارة رقم واحد اللي هي آسيا، والقارة رقم اثنين اللي هي قارة أوروبا. مين اللي بيحطهم من الشمال هنا؟ المحيط القطبي الشمالي. طيب عندي القارة تميز سواحلها بالتعرض، هي قارة رقم، أو هي قارة، هو عاوز هنا اسم القارة بقى، هي قارة أوروبا. طيب مدار الجد يمثل رقم كام؟ اللي احنا عاملينه هنا، اللي انا عامله كده رقم 7. جزيرة مدغشقر تقع ضمن القارة التي تمثل رقم، جزيرة مدغشقر اللي هي دي تقع ضمن القارة اللي هي أفريقيا اللي هي رقم 8. طيب ما النتيجة المترتبة على تعرض سواحل أوروبا وكثرة الجزر نشأة الموانئ الطبيعية. تمام. ما المقصود بالدولة الجزرية؟ الدولة التي تتكون من جزيرة أو أكثر من جزيرة أو جزء من جزيرة. شطار ممتازين. بكده عند النقطة دي كده هنقف، وإن شاء الله تبقى ناخد باقي القارات، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا والقارة القطبية الجنوبية المرة الجاية. المذكرة بتاعتنا فيها الشرح وفيها تدريبات على كل درس وعلى كل واحدة، وفيها الخرائط واضحة وظاهرة. أي حد عاوزها ممكن نبعتها له PDF، سواء كان معانا في المجموعات أو خارج المجموعات. وكل عام وأنتم